السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مرة بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهاردة هنعرف فيه مع بعض ازاي بتحمل نسخة الويندوز وتحرقها في نفس الوقت. طبعا انا جاي لك النهاردة عشان اقول لك طريقة غير الطريقة اللي احنا بنعمل بيها النسخة. معظمنا لما بيجي يحمل نسخة ويندوز بيبدأ يدخل على كذا موقع. الكذا موقع دول بيلخبطوك وبيشتتوا الدنيا معاك، انك ما تعرفش انت بتحمل نسخة جديدة ولا قديمة. فانا النهاردة باختصار هقولك على حاجة سهلة جدا هنعملها مع بعض وان شاء الله تعجبك. مبدئيا كده حط الفلاشة اللي انت عايز تعمل عليها النسخة في الجهاز اللي انت شغال منه، وهنيجي بعد كده نفتح على اي متصفح عندنا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. هنيجي نفتح مثلا متصفح جوجل كروم من هنا ونكتب اسم الأداة اللي احنا هنستخدمها في الشرح بتاعنا. اسم الأداة هو الرفس RUFUS بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بتفتح أول لينك يظهر معاك بالشكل ده، بيفتح معاك الموقع. نبدأ ننزل كده، بيديلك الإصدارات بتاعة الأداة. طبعا أنا هختار أول إصدار اللي هو 4.4 زي ما حضرتك شايف. بيبدأ يتحمل معاه الإصدار وهينزل معايا على التنزيلات. كده الإصدار اتحمل معانا. بنيجي نفتح زيز بي سي من هنا عشان ندخل على الداونلودز، أو هنيجي نفتح الأداة اللي احنا حملناها بالشكل ده. دبل كليك عليها، لو قالك على برميشن تقول له يس. بتيجي حضرتك تأكد ان انت الفلاشة بتاعتك ال 32 قارية معاك. بتيجي على سيلكت هنا، بتلقى في سهم نازل منها كده، بتضغط عليه وتعمل داونلود بالشكل ده. طبعا بعد كده بتضغط على داونلود نفسها من النص كده، بيحمل معاك في وقت سريع جدا ما تقلقش. انا مثلا عايز احمل ويندوز 10، هبدأ انزل بالسهم كده واختار ويندوز 10 واعمل كونتينيو من هنا. تمام. بعد كده بيقولك ان الاصدار بتاع النسخة 22H2 ده تقريبا اخر اصدار، فنعمل كونتينيو من هنا. بيديلك الاديشن اللي هي النسخة بتاعتك هتبقى موجود فيها مجمعة، اللي هي الهوم والبرو والإديوكيشنال. فانت ماشي اعمل كونتينيو برضو من هنا. لو جيت بعد كده يقولك اللغة، هنا ممكن تحملها بأي لغة حضرتك حابب. فانا هختار انجليش انترناشونال، مفيش اي مشاكل، واعمل كونتينيو من هنا. بعد كده بيديلك المعمارية بتاعت الجهاز اللي هي 64 او 32 حضرتك زي ما تحب. 86 دي اللي هي 32، فخلينا في 64. لو جيت تركز تحت في اختيار عندك بيقولك داونلود يوزنج ا براوزر. لو ضغطت على المربع ده وفعلت المربع ده وجيت عملت داونلود، هتنزل معاك النسخة بصيغة الايزو على المتصفح على طول. يعني هتلاقيها اتحملت معاك بس النسخة ما اتحرقتش. ودي طريقة سريعة جدا انك ممكن يعني مضمونة انك تحمل كمان السورس بتاع الويندوز. بس انا مش حابب كده، انا هعمل داونلود من هنا على طول. زي ما حضرتك شايف بيديني مكان ان انا احط فيه الايزو برضو. فنيجي مثلا على داونلودز، بنعمل سيف من هنا زي ما حضرتك شايف كده. هتتحمل على الاتنين، يعني هتتحرق وهتتحمل على الجهاز نفسه. يبقى انت كده فهمت الفرق ما بين الاتنين. تمام. طبعا هي هتاخد معاك وقت، يعني هي عشان بتتحمل من على النت مثلا هتاخد معاك في رينج مثلا ممكن نص ساعة، ساعة الا ربع، على حسب سرعة النت عموما عندك. يعني ممكن تاخد 10 دقايق لو النت عندك كويس. بتعرف ازاي انها خلصت؟ بتيجي في الاخر خالص الستارت دي بتبقى موجود هنا كلمة اسمها ريدي، وهنا كلوز بدل كانسل دي بيبقى موجود كلوز. فانت بتعمل كلوز وكده النسخة اتحرقت معاك على الجهاز بدون اي مشاكل. طبعا دي كانت طريقة اتمنى انها تكون عجبتكم، وطبعا حابب اوصيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. وشكرا ليكم على